النهاردة هنعمل مع بعض احلى واجمل صوص تومية. ممكن تجربوه بجد، مقاديره سهل قوي وبسيط، وكلنا بنعشق التومية مع الفراخ ومع الشاورما ومع اي حاجة مع الاكل، بجد خطيرة قوي. والسر كمان جايبه لكم من مطعم سوري، بجد تحفة قوي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه، ونسمي بالله ونعمل لايك كده للفيديو وندخل بقى على الطريقة. اول حاجه كده نقول بسم الله، ومعانا طبق او كزرولة او حله زي ما تحبي، يعني حاجه تتحط على النار. وهنحط فيها كوبايه من الميه، ومع كوبايه الميه دي معلقتين كبار من النشا. يبقى كوبايه ميه عليها معلقتين كبار من النشا، وهندوب بقى النشا مع الميه بالشكل ده. الكلام ده كله قبل ما نحطه على النار خالص. هنرفعه بقى على النار، على النار هاديه. خدي بالك عشان على طول بتتحروق النشا، على طول بيتحرق، فانتي على نار هادية وخلي ايدك فيه على طول وقلبي عشان بيبدأ يستوي من تحت كده. هنقلب على طول بالشكل ده. بصي بدأ يتقل معايا بالشكل ده. احنا عاوزين نوصل للنتيجة دي. اول ما يتقل كده هنقلبه تقلبتين، وبعد كده ايه نطفي النار. اهم حاجة اللون بتاعه يكون كده ايه شفاف ويستوي عشان ما يبقاش فيه طعم النشا. نسيب بقى الخليط ده على جنب لحد لما يبرد خالص. بصوا القوام بتاعه ولونه بقى شفاف بالشكل ده. هنسيبه بقى على جنب ونروح هنا في الخلاط. هنحط معلقتين كبار من الخل بالشكل ده في الخلاط، وبعد كده 5 أو 6 فصوص من الثوم. توم عادي، عاوزة تكوني هرساه عاوزاه يكون سليم عادي جدا. ومعلقة صغيرة من الملح، ونص ليمونة كده تعصريها، عصير نص ليمونة بالشكل ده. وهنا بقى نحط الخليط بتاع النشا بالشكل ده. شوفين شكله عامل ازاي بعد ما برد خالص يا جماعة. قوامه بقى متماسك. هننزله كله في الخلاط، وهننزل كمان بفنجان صغير كده من المية عشان تسهل علينا عملية الضرب. وهننزل كمان بمعلقة كبيرة مليانة من الزبادي. عايزة تستغنى عن الزبادي براحتك خالص، ولكن هي بتدي طعم تحفة جدا جدا لل لصوص التومية. وهنضرب بقى الكلام ده كله كويس قوي. واحنا بنضرب هننزل كده بسرسوب صغنن قوي من الزيت، عشان بيديها تطعيمة حلوة، وكمان بيخلي القوام يكون تقيل كده وكريمي وتحفة قوي. اول ما نوصل بقى للقوام القمر ده نوقف ضرب على طول ونقدمه في الطبق بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تحفة وتقيلة كده وحلوة زي اللي بنشتريها من بره وبناكلها في المطاعم بره. بجد خطيرة. لو قوام التومية بقى تقيل معاكي في الخلاط حط شوية من المية، وبجد تحفة قوي. شايفين؟ ولو ناقصة ملح كده حط شوية ملح، بس انا معلقة صغيرة قوي كانت مظبوطة جدا مع الكمية دي. شايفين يا جماعة تحفة ازاي؟ بجد خطيرة. جربوا بقى تعملوها في سندوتشات الشاورما او سندوتشات حتى بطاطس، بجد خطيرة قوي والطعم حكاية. جربوها على ضمانتي وان شاء الله تعجبكم وتدعوا لي دعوة حلوة كده من قلوبكم. شايفين جميلة ازاي؟ انا حبيت اعملها معاكم كده عشان في ناس كتير طلبتها مني. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واقول لكم سلام.